مساء الفل والورد والياسمين، اخباركم يا حبايبي الحلوين؟ رمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ازيكم احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات؟ وحشتوني كتير. النهارده يا بنات راجعين بفيديو جامد لا غنى عنه طول شهر رمضان، حاجه كده كلنا متفقين عليها وكلنا محتاجينها وما يخلاش اي سفرة سحور في رمضان منها. الزبادي هنعمل مع بعض زبادي بطريقة جامدة جدا وطريقة سهلة ولذيذة، وبإذن الله يطلع. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ كريمي كده ولذيذ، والطعم كان حكاية. طبعا الزبادي البلدي افضل بكتير من زبادي الشركات، وجميل جدا وطريقته سهلة وموفرة واقتصادية. ويلا بينا نسمي الله ونبتدي مع بعض. وقبل ما نخش في الفيديو كده اتمنى من حبايب قلبي الحلوين حطوا لايك للفيديو، كومنت جميل زيكم، ومشاهدة ممتعة بإذن الله. وشاهدوا الفيديو يا حبايب قلبي، ويلا بينا. هنا أول حاجة يا حبايب قلبي أنا جبت معايا ده عبارة عن كيلو حليب من عند بتوع اللبن، يعني حليب فلاحي مش كامل الدسم وخيره زي ما بيقولوا. حليب فيه كل الفوائد وفيه كل الفيتامينات اللي فيه، زي ما هو مش شايلين الوش ولا شايلين اي حاجه. حتى ملاحظين ان هو حليب بقري بس ما شاء الله عليه، يعني كان دسمه جميل وكان حاجه بجد 10/10. انا بخلي الحليب بتاعي يغلي لعند ما يطلع منه رغاوي جامده كده، ويقعد يغلي 5 6 دقايق. مش بطفي عليه كل فيها، بهدي النار بس عشان مش يفور، وبقعد اقلب فيه كده عشان مش يفور معاكم. كان عندك اللي هي الغلايه الازاز بتحط ديت تحطيها بتبقى جميله جدا. كانت عندي بس اتكسرت الحمد لله، هنجيب واحده تانية ان شاء الله. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي اللي وصلت معايا لعندي هنا. زي ما انتوا شايفين يا حلوين، اللبن بيقعد يغلي على البوتاجاز فتره كويسه كده عشان كل الميه اللي فيه تتبخر وما يتبقاش معاكي ميه خالص فيه. لان الميه دي يعني دي من ضمن التكات المهمه فيه، ان الميه دي هي اللي بتعمل معاكي ميه في الزبادي، بتخليه يطلع معاكي صايص كده وفي نسبه ميه. احنا عايزين يطلع زبادي ناشف وكريمي وجميل، مش فيه ميه خالص. فالخطوه دي هي اللي هتحافظ على الزبادي وتخليه يطلع معاكي ناشف وكريمي، ان احنا نغلي الزبادي، نغلي اللبن كويس. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، اللبن بتاعي غلي كويس، يعني قعد حوالي عن 5 6 دقايق يغلي. وايدك فيه طبعا يا حبيبه قلبي عشان ما يفورش منك على البوتاجاز ويبهدل الدنيا. زي ما انتوا شايفين كده يا قلبي. هنا حبايب قلبي انا هسيب بقى اللبن بتاعي يبرد. بعد ما اللبن بتاعي برد واتاكد ان هو برد، ودي خطوه مهمه جدا ان انت عايزه تتاكدي ان اللبن برد، بحط صباعك فيه كده وبعد لعند 7. مجرد ما طول ما انت صباعك مستحمل اللبن ده معناه ان هو برد. طبعا احنا محتاجين يكون برضو دافي، يكون زي دمع العين، ما يكونش بارد قوي، يكون زي دمع العين بحيث ما يبوظش معاكي الخميره اللي هي علبه الزبادي اللي احنا بنجيبها من بره. علبه الزبادي دي بتبقى خميره بتستخدميها مره واتنين. بتستخدميها اول مره وبعد كده بتسيبي عندك انت ايه كوبايه زبادي كده تبقى هي الخميره بتاعتك. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي انا بطلعت حبه من الزبادي من اللبن اسفه في بوله خارجيه كده، وبنزل بايه بعلبه الزبادي بتاعتي اللي انا شاريها من بره، وبدوبها واتاكد ان هو داب كويس جدا عشان مش يبقى فيه اي تكتلات في الحليب ولا اي حاجه، ويطلع معاك الزبادي كريمي وجميل جدا. بندوبه هنا كويس. ندوب اللبن الزبادي في اللبن، واللبن فاتر زي دمع العين. طبعا احنا اتفقنا ان لازم اللبن ما يكونش سخن قوي ولا يكون بارد قوي، يكون درجة حرارته معقولة عشان يتفاعل مع البكتيريا اللي في الخميرة اللي في او في الزبادي. وان شاء الله ربنا يستر الحال وكله يبقى زبادي حلو باذن الله. ننزل بقى على الحليب بتاعنا، طبعا درجة الحليب دافية زي ما اتفقنا. وهنا انا بكون مجهزة الكوبايات اللي انا هعمل فيها، وبتكون معقمة وناشفة عشان ما يكونش فيه اي مية خالص ولا يكون فيه اي حاجة. هندوب بقى الحليب كويس جدا. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي الخطوه دي سهله جدا، بس عايزه تركيز وعايزه تكوني واخده بالك من درجه حراره اللبن. دي اهم نقطه واهم حاجه لنجاح الحليب لنجاح الزبادي معاكي ويطلع معاكي كريم. هنا المجات الصغيره دي انا حبيتها جدا وبحب استخدمها، يعني حجمها معقول. واللهم صل على النبي، بكون يعني غسلها كويس ومنشفاها ومعقمه، بغسلها بميه دافيه وبنشفها كويس بحيث ان ايه تكون معاكي الكوبايه دي معقمه وجميله. شايفين ما عادش في اي تكتل خاص من علبه الزبادي، دابت.
وبمجرد ما بتحطيها بتحسي ريحه اللبن بقت كلها زبادي كده، يعني ما شاء الله الريحه كلها تبقى زي الزبادي. هنفضي بقى الكوبايات بتاعتنا نملاها كلها. اتمنى حبايب قلبي الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك بالله عليكم، دي امانه، اي حد بيتفرج على الفيديو حط اللايك، حطوا اللايك مش هتخسروا حاجه، يعني ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، ويجعل رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب. تكون فيديوهاتي كده تنال اعجابكم، توصل معاكم لاكبر قدر ممكن من اللايكات ومن التعليقات الحلوه، يكون فيهم عدد مشاهدات كويس، وربنا يصلح حالنا جميعا اللهم امين، وينعاد علينا رمضان احنا وياكم بالخير واليمن والبركات. وطبعا رمضان شهر الخير وشهر البركه، والله يا بنات ما تعرفوش الخير فيه بيجي ما شاء الله تبارك الرحمن، بيجي من كل الابواب، تلاقي كده خير مال البيت كده وحاجات ما شاء الله، يعني مش تبقى موجوده الا في رمضان بامانه. ربنا يجعل لنا السنه كلها خير وبركه زي رمضان يا رب. انا شايفه ان كميه الحليب اللي معايا ما شاء الله تبارك الرحمن عماله ترمي معايا علب زبادي كويسه، يعني بصراحه موفر جدا 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 والله، اوفر بكتير من اللي بيجي من بره، يعني العلبه بره ب5 جنيه، وكيلو الحليب ب15 جنيه، ما شاء الله تبارك الرحمن هيعمل لك كام علبه، فحاجه موفره اقتصاديه والطعم احلى بكتير من زبادي الشركات. هنا انا بجيب العلبه البوكس بتاعتي دي، طبعا هي لها غطا كده بتتقفل، بحط فيها فوطه زي ما انتم شايفين، وارص الكوبايات بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا رصيت الكوبايات بتاعتي كلها وبغطيها عشان ما ينزلش عليها اي نقطه ميه ولا اي عرق، وهو تدفى. ونقفل بقى الايه البوكس بتاعي ده كويس، ونغطيه بفوطه تانية كده، وتسيبيه في المطبخ او في مكان دافي، او في المطبخ الخشب نفسه. بس اهم حاجه يكون مكان دافي عشان يتفاعل الخميره كلها مع الحليب، وكله يتحول معاك زبادي باذن الله. هنا انا خد معايا والله بجد عملته، يعني الليله دي كان تاني الليل على طول في السحور، وكده طلع معاكي الزبادي ما شاء الله تبارك الرحمن. وكمان الحليب كان دسم جدا، يعني الاصفر اللي على الوش ده طبقه سمنه، البنات مش كانوا بياكلوها ولا حاجه، كانوا بيطلعوها كده كنا بنغمسها بعيش بس، والله كان طعم الزبادي من جوه جميل جدا. وطبعا السمنه اللي فوق دي ندات على حاجه فتدل ان الحليب كان ما شاء الله تبارك الرحمن حليب بخيره، وحليب جميل جدا ودسم. زي ما انتوا شايفين كده، وما شاء الله تبارك الرحمن طلع معايا كريمي جدا وجميل، والطعم كان حكاية، عجب كل اللي كان منه، حاجة جميلة جدا وموفر واقتصادي، وجربوه على طريقتي وان شاء الله يعجبكم بإذن الله، واشوف وشكم على خير يا رب، ورمضان كريم.